أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله. من أوائل وأقدم برامج الأطفال التي قدمها التلفزيون المصري في الستينات من القرن الماضي، عندما كان التلفزيون المصري عبارة عن قناتين، القناة الأولى والقناة الثانية فقط، وكان الإرسال بيبدأ في الثانية أو الخامسة مساء حتى قرب منتصف الليل. كان من أشهر برامج الأطفال برنامج الساحر الصغير، يعرض في 7 مساء بالقناة الثانية. وكان الساحر الصغير مصنوع من العرائس التي يتم تحريكها بالفتل، يمسك بيده عصاته السحرية. كانت فكرة برامج الأطفال في ذلك الوقت بالإذاعة والتلفزيون تركز على الحث وغرس القيم الأخلاقية في الأطفال، زي سماع كلام بابا وماما واحترام الأكبر منا والصدق وعدم الكذب والنتيجة التي يصل إليها الكذاب وغيرها من القيم الأخرى. أما برنامج الساحر الصغير فتدور فكرته حول ساحر صغير يستخدم عصاته السحرية في الانتقال من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، ويقدم معلومات عن تلك الأماكن والبلاد، معلومات بسيطة وسهلة تتناسب مع سن وعمر الأطفال. يعتمد على الحوار بينه وبين مقدمة البرنامج، لذلك فهو كان يعد برنامج ثقافي للطفل. هذا البرنامج من البرامج التي شدت انتباهنا في طفولتنا وتعلمنا منه الكثير، وعندما تذكرته بحثت عنه كثيرا فلم أجده أو أجد أي معلومات عنه، فقد سقط تماما من ذاكرة التلفزيون المصري، لكن ما زلت أتذكره لأنه شكل جانبا من ثقافتي. لكن لم تسعفني الذاكرة لأتذكر تتر المقدمة للبرنامج، ولكن أتذكر جيدا تتر النهاية. طبعا مفيش تسجيل له، علشان كده هقوله بصوتي للتاريخ والزمان. الساحر الصغير كان لسه عنده كلام، لكن خلص حكايته علشان يروح ينام، ويشاور بالعصاية وتناموا كلكوا، تناموا كلكوا. والطريف بأن الأطفال كانوا يلتزمون بالنوم مبكرا بعد هذا البرنامج مثلما يفعل الساحر الصغير. أتمنى أن لو حد من جيلي اللي عاصر برنامج الساحر الصغير ويفتكر منه بعض المقتطفات أو بعض الأجزاء، أنه يسجلها في التعليقات حرصا على تسجيل هذا الجزء النادر من البرامج التي قدمها التلفزيون المصري، والتي تعد من برامج الأطفال الممتعة.